صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مسيرة الله تعالى هنعمل مع بعض طريقة جميلة للسليك. تعالوا واحدة واحدة ندخل الفيديو ونشوف ازاي طلعنا السليك الجميل ده مع بعض بكل بساطة في البيت. تعالوا واحدة واحدة نسمي بسم الله ونبدأ مع بعض الطريقة. أول حاجة هنسمي بسم الله وننزل كوباية اللبن الدافي وعليها كوباية إلا ربع السمنة على زيت هننزل بكوباية المية الدافية كوباية السكر ننزل بمعلقة كبيرة خميرة فورية وعليها رشة ومعانا بيضتين هنبدأ ننزل بيهم وهنبدأ نقلب المكونات كلها بالفانيليا معلقة الخل نبدأ نقلبهم نبدأ نضيف نص كوباية مية بالشكل ده. العجينة هنسيبها تخمر وتضاعف حجمها وبعدين هنرجع نشتغل فيها مع بعض واحدة واحدة. هنبدأ مع بعض نسكر السليك بعد ما خمر وتضاعف حجمه بسم الله ونقطعه كور. بالشكل ده هنقطعه كور بالطريقة دي. قطعناها كور هنسيبه يريح بتاع 5 دقايق. وبالشكل ده هعمل باقي كمية. بعد ما سكناه هنسيبه يخمر واول ما يتضاعف هضمه هنرجع ندهن الوش وندخله الفرن مع بعض. لبن اول ما خمر هنبدأ ندخله الفرن ندهن وشه بلبن. طريق سمسم عليه سكر هنبدأ نرص على الوش كده اهو. بالطريقة دي جاهز معانا السليك. هندخله الفرن على درجة حرارة 200 هياخد حوالي نص ساعة وهنوريكم بعد ما يطلع معانا السليك بعد ما طلع من الفرن. طريقة جميلة خالص وبسيطة. شوفي قد ايه زمان عملنا مع بعض السليك بكل بساطة خلص نص ساعة في الفرن. طريقة جميلة خالص ومميزة. عايزة الكل يجربها ويكتب لي تعليق عليها واعرف رأيه فيها. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وما تنسوش تفعيل زر الجرس ويوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.